مين الفنانة اللي ظهرت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ده؟ اشترك ولايك وفعل زر الجرس وتعال اقولك قصتها. دي يا سيدي تبقى شيرين احمد اللي خطفت الانظار في الحفلة. شيرين دي من اسكندرية، اتولدت سنة 1993 وبعد كده سافرت هجرة مع والدها لأمريكا. يمتلك محلات مجوهرات في ولاية ميرلاند الأمريكية. وأم شيرين بقى أم شيرين أصلا جنسيتها أمريكية وشغالة مدرسة لغة إنجليزية، ودراستها في مجال حقوق الإنسان. وبدأت شيرين حياتها الأكاديمية بدراسة القانون والعدالة الاجتماعية، لكن تعلقها بالفن دفعها إنها تشتغل في الغناء وفي الرقص وفي التمثيل في معاهد متخصصة. وحصلت شيرين على وظيفة اشتغلت كمغنية على مراكب السياحة اللي هي بتلف في المحيط، وكانت نقطة التحول الكبرى في مسيرة شيرين الفنية لما اختاروها تعمل دور إليزا دوليتيل في إعادة إنتاج لمسرحية ماي فاير ليدي الشهيرة. ومن هنا بدأت الأضواء تجري ورا شيرين في الولاية، وبدأ يبقى لها جمهور من كل أنحاء العالم ومتابعينها على جميع صفحاتها. وفي عرض احتفالي زاخر بالمشاهدات الفرعونية، عرض ضوئي بالمسيرات الطائرة اللي بتجسد الرسومات الفرعونية اللي كانت موجودة في السماء، اللي موجودة في الحفلة، اللي كانت من ضمن الأضواء دي شيرين أحمد اللي عملت فرق كبير جدا في الحفلة دي قدام معجبينها في كل أنحاء العالم. وكانت فكرة ذكية جدا إن هم يجيبوها هي بالذات، لأن ليها معجبين في كل أنحاء العالم، فده هيسلط الضوء أكتر للسياحة بالنسبة للمتحف ده، وظهرنا المتحف بصورة كويسة جدا للعالم كله.